السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ التأنيب. ايه هو التأنيب بقى؟ حد كده يكون دخل مشروع، راح مشوار، مشي في طريق معين، انا نصحته في الاول بلاش، والحكاية دي مش كويسة، بلاش مش هتنفعك. راح يتقدم لواحدة قلت له عليها لا وحشة مش كويسة بلاش من دي. صاحبة حد وكده بقول بلاش، ده شخص مش كويس، وما سمعش كلامي ومشي في الطريق ده ايا ما كان الطريق ده. مشروع معين وانت قلت له او انتي قلت لها ان ده حاجة مش كويسة، وبرده ما سمعتش الكلام او ما سمعش الكلام ومشي في الطريق ده وفشل. يعني كلامك او نصيحتك او النصيحة عامة كانت صح، بس الفكرة هنا ان اللي خرج من الفشل ده هو اخر حاجة بيتمنى يسمعها هو انت تستاهل عشان انت ما سمعتش الكلام ومشيت في الطريق ده. ما هو راجع من الطريق واخد على دماغه، اتربى، مش مستني منك انك انت تزود عليه وتوجع قلبه وتجلد فيه. هو مستني منك تقول له ايه؟ حصل خير، تطبطب عليه، قدر الله وما شاء فعل. كل واحد بياخد نصيبه. يا عم انت عملت اللي عليك وكان نفسك تكمل والحاجة تمشي، او كان نفسك تصلح من فلان وما ما حصلش نصيب فخلاص، ما تزعلش نفسك. هو مستني طبطبة، هو اتلسع واتضرب واتجلد والدنيا كلها باظت في عينيه وفشل وحالته بالبلا الازرق. لما راجع لك تاني هو راجع لك عشان تطبطب عليه. ليه دايما كده لما حد بيجي يحكي لنا عن مشكلة في حياته حصلت له بنبقى دايما عايزين نجلده؟ انت تستاهل، ما انت اللي اخترت، ما انت لا. ليه ما تحطش في دماغك ان اللي جاي يشتكي لك ده هو مش مستني منك حاجة غير ان انت تسمعه، تبقى سفنجة. ليه سفنجة؟ عشان السفنجة بتشفط المية وخلاص. سفنجة تمتص زعلي، تمتص غضبي، تطبطب عليا. انا محتاج شوية حنية، لا محتاج انك تقول لي غلطان. ما انا اكيد عرفت ان انا غلطان، ما انا طالما فشلت ورجعت، طالما حصل لي دروب واتخذلت ورجعت، طالما الدنيا باظت معايا وسودت في وشي ورجعت من المشوار اللي كنت ماشي فيه او الطريق اللي انا ماشي فيه، يبقى انا اكيد عرفت ان انا كنت غلطان. انا عرفت ان انا كنت غلطان وان انا كان المفروض اسمع نصيحة الناس اللي نصحوني، مش انا راجع بقى انا فشلت وانتوا ما كانش عندكم حق. لا، انا راجع وعارف، حتى لو انا ما قلتلكش الكلام ده ان انت كان معاك حق ماشي، ما انا ممكن ما اقولكش عشان انا مش ناقص جرح فوق الجرح، مش ناقص وجع فوق الوجع. فما يبقاش كل همك اول ما تشوفني وانا راجع فاشل ومتنيل على عيني وحالتي بالبلا والدنيا سودا في عينيا انك تفضل تقول لي تستاهل. هو ده اخرة اللي ما يسمعش الكلام. لو بنسمع الكلام ده يا جماعة بيوجع اكتر من الفشل اللي احنا فيه. يعني انا ممكن يكون عندي صدمة كبيرة قوي، انا اكتشفت فيها كل حاجة. اكتشفت مثلا ان صاحبتي دي كانت وحشة وخاينة وفيها واختي كانت قايله لي عليها كده، وانا قلت لها لا يا شيخة، دي غلبانة وطيبة. ولما لدعتني عرفت انها سيئة وان اختي كان عندها حق. وما اروح لاختي عشان اترمي في حضنها تفضل تقول لي تستاهلي، انا نصحتك كتير وانت ما بتسمعيش الكلام. لا، انا مش جايه لك يا اختي يا حبيبتي يا اللي من دمي يا حنينه يا طيبه علشان تقولي لي نفس الكلام اللي انا فيه، الوجع اللي انا فيه. انا جايه لك عشان تاخديني في فضلك تقولي لي معلش. كان لازم تجربي عشان تعرفي، كان لازم تحسي الوجع ده عشان تتعلمي. مش لازم الطبطبه تبقى ان انا مثلا اقول لها معلش لا، اقول لها معلش. انت كان لازم تجربي الوجع ده عشان تتعلمي منه. ربنا كان رايد لك حكمه في كده، اطبطب عليها، اطبطب عليه. هو مش مستني انك تشاور له او تدوس له على الجرح، هو خلاص شاف. يبقى ما ينفعش ان احنا نفضل نأنب فيه ونوجع فيه اكتر ما هو موجوع وتعبان وفيه اللي فيه. يا ريت كده نبقى حنينين على بعض، نطبطب على بعض، نداوي وجع بعض. ليه بنشمت في بعض؟ ده انا بصراحة انا بسميها شماتة. مش ان انت بقى كان عندك حاجه انت شمتان فيا، يعني انت كمان وحش، يعني انت كمان عدو زي اللي انا لسه ملدوع منه. وفي ناس بقى ممكن ما تتكلمش بس عينيها فتحاها. في ناس اول ما تشوفك كده وقعت في مصيبه وتبص لك كده الفرحه بتبظ من عينيها.
حتى لو ما قالتش بلسانها. ليه التأنيب بقى ثقافة عامة؟ ليه ما بنشوفش ان طالما هو انجرح اكيد مش مستحمل اي حاجة تاني، هو مش محتاج بس غير طبطبة وحضن، وان احنا نقول له ده الطبيعي، وان ده عادي لازم تجرب عشان تعيش، والحياة كلها تجارب، وان ده اكيد ربنا عايز من كده حكمة معينة، وان اكيد ربنا هيعوض عليك، وان بعد الصبر جبر، والحاجات الحلوة اللي ما بنشوفهاش غير في البوستات بتاعت الناس والكلام التلفزيونات والحاجات اللي هي مش موجودة في الحياة. ليه الحياة بقت جامدة، بقت يعني مفيش حنية ما بين الناس؟ غريبة قوي، غريبة. يا ريت لما يجي لنا حد موجوع تعبان نطبطب عليه، ما تعملش حاجة، هو مش عايز منك لا حل ولا تفكره انك انت نصحته ولا تقول له اصل انت تستاهل، ولا هو عايز منك حاجة واحدة بس، تطبطب عليه وتقول له معلش وتسمعه، تخليه يخرج اللي جواه عشان يتعافى وانت تاخد ثواب. ربنا يجعلنا من الناس اللي قلبها طيب وحنين، والناس الهينة اللينة، ويا رب يجعلكم كلكم كده طيبين هينين لينين نطبطب على بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.